عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. من اهم المشروبات اللي احنا بنشربها في رمضان طبعا التمر الهندي، انا عن نفسي بعشقه. يلا بقى كل اللي بيحبوا زي كده يعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو قبل بقى ما نبدأ. استخدمنا قالب واحد تمر هندي وطلع معايا كمية كويسة جدا. عندنا هنا الوزن بتاع القالب اللي قدامنا 400 جرام. تمام. والنوع ده كويس جدا. اول حاجة هنحطها 2 لتر مية سخنة. تمام. لو هتستخدمهم اكتر من كده هتزودوا طبعا كمية المية. هنا انا حطيت 2 لتر مية سخنة وقفلت الغطا بتاع الحلة وهسيبهم لمدة ساعتين. هنا انا رجعت بعد ساعتين. كان خلاص اتفكك معانا. تمام، هنفككه كويس جدا بقى بايدينا. طبعا اكيد ما تفككش 100% لان احنا لسه هنكمل الخطوات بتاعتنا. هنفككه على قد ما نقدر. تمام. هنحط بقى السكر بتاعنا. حسب طبعا كل واحد بيحب السكر زيادة مظبوط. انا هنا حطيت 4 كوبايات سكر. وهنشغل النار على درجة متوسطة وهقلب فيها لمدة من نص ساعة لساعة. هنقلب فيها كويس جدا عشان لو في اي حاجة ما تفككتش معانا بالمية السخنة هنفككها. وبعدها هنصفيها. اول خطوة هنصفيها مصفى واسعة. هنخلص الكمية اللي عندنا وطبعا احنا لسه هنزود مية. يعني ممكن اثناء ما انتوا بتصفوها الخطوة دي تزودوا مية ساقعة. زودهم واحدة واحدة بالتدريج. في النهاية احنا استخدمنا للقالب ده 4 لتر مية. تمام. هنا بقى هنصفيها تاني بمصفى ضيقة. هيطلع معانا في الاخر زي 4 ازايز تقريبا. تقدروا تحفظوها عادي في الفريزر. وتطلعوها قبل ما تشربوها مثلا بيوم. طعمه كان خطير. والتقل بتاعه كان مظبوط جدا. لان طبعا مش بيبقى حلو خالص لما بيبقى خفيف. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.